بتشتري اللابتوب دوت لازم تعرف ان كده انت مش ناقصك اي حاجه. كارت شاشه 16 جيجا فعلي من نفيديا، بروسيسور اي 7 الجيل الثامن فئه الاتش 12 نواه، جهاز ممتاز جدا. 17 بوصه من اتش بي فئه الزد بوك، جهاز زد بوك جي 5 17، حاجه ممتازه جدا، وزن خفيف وتصميم مميز جدا وحاجه منتهى الروعه. التصميم بتاعه جميل جدا، كيبورد مضيئه، وتصميم السماعات بتاعته من شركه بانج، التوزيع بتاعها فوق الممتاز. هنقرب مع بعض كده ونشوف المواصفات من جوه الجهاز، يلا بينا. معانا اول حاجه الشركه المصنعه اتش بي، الموديل بتاعه اتش بي زد بوك 17 جي 5، عليه البروسيسور اي 7 جيل 8 8850 اتش، تردد 2.6 جيجا هرتز، 12 سي بي يو 12 كور 12 نواه. الميموري بتاعته الرام 32 جيجا من نوع دي دي ار 4، قبل الزياده طبعا لحد 128 جيجا، يعني الرامات بتاعته بتوصل لحد 128 جيجا. وعليه كارت الشاشه الانتل الترا اتش دي جرافيك، مش الاتش دي، الترا اتش دي جرافيك 630 بمساحه توصل ل 16 جيجا من الرام، بياخد شيرنج مع الميموري اللي هي الرام، بيوصل لحد 16 جيجا. وعليه الكارت الشاشه الجبار نيفيديا كوادرو ب 5200. الكارت ده مساحته الفعليه 16 وبياخد شير مع الرامات 16، بيوصل زي ما احنا شايفين كده لحد 32 جيجا. جهاز ممتاز جدا، الشاشه بتاعته الريزوليوشن بتاعها فوق الممتاز، الريزوليوشن بتاعها 1920 في 1080 من نوع الفول اتش دي اي بي اس. تصميم الجهاز ممتاز جدا وصوته عالي، وفي معانا هنا هوت فوق سنسور للكاميرا زي ما احنا شايفين كده، هو عشان الخصوصيه تقفل وتفتح الكاميرا زي ما انت عايز، وفي توزيع الصوت زي ما احنا شايفين كده، حاجه ممتازه جدا من شركه بانك. الكيبورد بتاعته كيبورد مضيئه، الاضاءه بتاعتها عاليه. موجود معانا هنا اهوت اللوجو بتاع البروسيسور الاي 7 تعمل الاستيكر بتاع البروسيسور. الماوس بتاعه التصميم المميز ده، والشكل بتاع اللوجو بتاع الاتش بي الحديث زي ما احنا شايفينه كده، حاجه ممتازه جدا وجميله جدا. هنقرب مع بعض كده ونشوف المداخل والمخارج بتاعته. معانا اول حاجه هنا اهوت اللوك، جنبه الايثرنت كابل الانترنت، وفي 3 يو اس بي، الثلاثه 3 فيهم واحده شغاله باور، وفي الاس دي كارد جنبهم، وجنبهم مدخل فيزا. وفي الناحيه الثانيه المدخل بتاع الشاحن، واثنين تايب سي، وواحده الديسبلاي الايثرنت الديسبلاي الاي دي، وفي الاتش دي ام اي والهيدفون جاك. جهاز جميل جدا وتصميمه حاجه فوق الروعه. اتمنى يكون الجهاز ده عجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.